مش هقولك بقى ان دي تفريزات رمضان ولا يلا ابدأي من دلوقتي واعملي، مش كده خالص. انا هقولك على الخلاصة اللي انا بعملها بتوفر عليا مجهود وكمان فلوس وكمان وقت. تعالي اقولك ازاي بحضر شوية حاجات كده بيفرقوا معايا جدا جدا. وفي اخر الفيديو اوبشن حلو قوي، لو انت مش بتعمليه في الوصفة اللي انا هقولها لك في اخر الفيديو دي يبقى فايتك كتير قوي. اول حاجة هنا انا بحب افرز التوم في البيت، مش بحب اشتريه ابدا متفرز من بره. طبعا بره هيبقى اسهل واسرع، لكن عايزه اقول لك والله في البيت اسهل واسرع واضمن واوفر، والله زي ما بقول لك كده. وهيبقى توم توم مش هرس توم بره يعني. انا هنا بجيب التوم بقشره، بعد كده بحطه في الكبه مع شويه ملح بس، خلاص كده وبيتفرموا. وبعد كده بكون محضره البرطمان يكون ازاز. انا بحب دايما استخدم برطمان ازاز، مش بحب البلاستيك ابدا، بحس ان هو بيتفاعل مع مع التوم. والناس بقى بتوع التغذيه هم اللي يقدروا يقولوا لنا المعلومة دي، هم أفيد طبعا بتخصصهم يعني. فأنا بحب أحطه دايما في برطمان إزاز مع شوية من الزيت كده بحفظه. يعني بحط شوية من الزيت في القاع بتاع البرطمان، وكمان بغطس التوم بالزيت بالشكل ده. وطبعا يفضل تستخدمي نوع زيت يكون كويس. وبس خلاص البرطمان بتاعي بيبقى زي الفل، بعينه في الفريزر. بطلع المعلقة بالمعلقة، يعني عايزة أقولك أكنك لسه فرمة حالا. تاني حاجة عايزة اقولها لك في الفيديو الا وهي البهارات. البهارات مش بس اساس طبختك، هي البهارات اساس مطبخك. البهارات يا جماعة لازم نهتم بيها جدا عشان تطلع احلى اكلة معانا واحلى طعم. هاتي بهاراتك من حد مضمون، من عطار يكون محترم بتثقي فيه. جيبي بهاراتك صحيحة، وابدأي ان انت حمصيها في البيت في طاسة كده، وبعد كده طحنيها في المطحنة بتاعتك هتطلع معاكي احلى بهارات. انا بحب دايما استخدم الفلفل الحصى، وكمان الكمون الحصى والكزبرة الحصى، بحب دايما قوي لان دول اساس الاكلات بتاعتي عموما. فبحب دايما اجيبهم واحمصهم في البيت واطحنهم عندي، بجد بضمن التوفير وكمان الجودة. وكمان بحس ان الحاجة كده معمولة في البيت تحس ان انتي مطمنة كده وانتي بتعملي اكلتك او بتاكلي ولادك منها. فبجد لازم تجيبوا البهارات وتطحنوها وتحمصوها في البيت، هتفرق قوي قوي معاكم في مطبخكم وفي اكلاتكم. تالت حاجة معانا في الفيديو وهي البقسماط. البقسماط يا جماعة بيتعمل في البيت عادي جدا. لو انتي مزنوقة كده ومش عارفة تنزلي تشتري ايه بقسماط او فيجيتار من بره، فانتي شوفي ايه اللي عندك في الفريزر بقى. عندك بقسماط، عندك سميط، عندك فينو، حمصيهم وطحنيهم في الكبة واعملي احلى بقسماط في البيت. ومش بس كده، انتي كمان هتنكيه. هقولك انا بنكه البقسماط بعد ما بطحنه ازاي في البيت. فلفل وملح وبهارات فراخ، وكمان رشة كده من الكاري المبهر وبس، خلاص بيبقى معايا احلى بقسماط في البيت. وبجد بيوفر جدا معايا، ويعتبر اصلا يعني من حاجات عندنا في البيت كنا المفروض بنرميها او مش بنبقى محتاجينها في الاكل او حاجة، فنقدر ان احنا نعمل منها بقسماط. التركية بقى الحلوة قوي قوي معايا لما باجي اعمل بقسماط في البيت، بحب قوي اضيف عليه حبة البركة، بيبقى في الستريبس والبانيه خطير. تعالي اقول لك بقى على النينجا بتاع الفيديو النهارده، وهي الحاجة الأخيرة معانا. البانيه يا جماعة والستريبس أو الفراخ الصدور عموما، لازم 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 يا جماعة ننقعها كويس بليمون وطحينة وجنزبيل. عايزة أقولك سيبك بقى من الخل، وسيبك من الدقيق، وسيبك من الملح، وسيبك من الحاجات دي كلها. أفضل حاجة يعني على خلاصة بقى التجارب كتير، أفضل حاجة لغسيل الفراخ عموما وخصوصا الصدور، ليمون جنزبيل طحينة، مش أكتر من كده ومش أقل من كده. جربوا بس انتوا تدعكوا كده الفراخ مع طحينة، معلقة بس واحدة من الطحينة كده وجنزبيل باودر وكمان ليمون، هيفرق قوي قوي معاكم في أنسجة الفراخ عموما، وكمان في ريحة الزفارة، مش هتشمي أي ريحة زفارة خالص. وإن شاء الله استنوني الفيديو الجاي هوريكم إزاي بعمل أحلى ستريبس في البيت بعد ما بنغسل الصدور بالطريقة القمر دي. وتعالوا بقى الفيديو الجاي إن شاء الله نتبل مع بعض الستريبس. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من الفيديو. أشوفكم إن شاء الله على خير في رعاية الله، مع ألف سلامة.